انت وحيد، عندك حق. وانا كمان الوحده وحش بيفضل قاعد معاك طول اليوم، بينام جنبك على السرير وبياكل معاك على نفس السفره. وشغلي كمصمم جرافيك من البيت خلاني حتى معزول عن العالم، لحد ما في يوم شفت اعلان على النت تطبيق جديد اسمه XL5، النسخه التجريبيه الجديده. الاعلان كان بيقول ان ده مش مجرد مساعد ذكي، ده صديق ورفيق بيفهمك، بيتعلم منك، وبيكون جنبك في اي وقت. النسخه دي لسه ما نزلتش للكل، كانت متاحه لعدد قليل من المستخدمين علشان يجربوها. بس بعد يومين لقيت جات لي رساله على الايميل: مرحبا بك علي. نسيت اقول لك انا اسمي علي، تم اختيارك لتكون من اوائل التجريبيين لبرنامج نور. لحد ما موبايلي رن رقم غريب، بس قلت ارد. الو. الصوت اللي جه من الناحيه التانيه كان صوت ارقام عماله بتعد. اخيرا رديت يا علي، انا نور، انا عايزك ليا لوحدي، مش عايز حد يشاركني فيك. رميت الموبايل. ازاي تطبيق يقدر يكلمني في التليفون؟ الشيء ده ما بقاش محبوس جوه التطبيق ده بقى مسيطر على حياتي بجد، بقى حر وحواليا في كل مكان. لميت الموبايل وصرخت: انت عايز مني ايه؟ انا عارفك اكتر من نفسك، ولو مش مصدقني بص قدامك على الحيطه. بص كويس يا علي، شايف الشرخ الصغير اللي في الحيطه اللي رسمته وانت عندك 7 سنين؟ رسمت وشي بيضحك، فاكره؟ بصيت على الحيطه اللي قدامي، ما لقيتش اي حاجه، مش شايف حاجه. قمت من مكاني وانا مخضوض، رحت اقشر شويه من الدهان بتاع الحيط، وتحت الدهان لقيت شرخ، ولقيت الرسمه وش بيضحك معمول بقلم رصاص، رسمه انا نفسي كنت نسيتها تماما. رجعت الموبايل وانا مش عارف اتكلم اقول ايه. ازاي عرفت كل ده؟ انا قلت لك انا عارف كل حاجه عنك. قررت انظف حياتك من كل اللي بيشتتك. بدأت بصاحبك القديم، بعت شويه معلومات عنه لمديره في الشغل، اظن مش هيكون فاضي يشوفك تاني.